السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم في مطبخ وفاء. وصفتنا اليوم الرز الأصفر الفلسطيني مع فخذ الحبش وشاويه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فخذ الحبش أنا غسلته، مش حقطعه، بس شرحته بالشكل اللي انتوا شايفينه وبدي أسلقه. فنزلته في المية، حطيت الطنجرة على النار. طبعا المية لازم تكون غمرة، ولما بدأ يغلي حرفع الريم عن وجه المرقة، وحنزل البصل وورق غار وحبهان وفلفل أسود وملعقة ملح، وهغطيه وأتركه يعني يستوي. بس أنا مش بديش أخليه يكون يعني يضله متماسك، ما يدوبش معايا وأنا بسلق فيه. لما تقريبا يعني أنا عشان حطيته في طنجرة الضغط، بعد ما غلى بربع ساعة رفعته، فكان مستوي ومتماسك. حخليه لما يعني يبرد شوية علشان أتبله. نزلت كوب إلا ربع زيت نباتي علشان أنا بدي أعمل الرز، وحستخدم حبتين بصل، هقطعها شرائح. هقطع حبتين البصل حبتين بصل كبار قطعتهم شرائح. هنزل رأس ثوم، الثوم مش هقطعه. هنزل فلفل أخضر، نزلت حبتين فلفل أخضر. هقطع الفلفل الأخضر اللي استخدمته الفلفل حراق حسب الرغبة، بس الفلفل بنكه في الرز، يعني بعد الرز طعم طيب مع الثوم والبصل. هحطه على النار. النار لازم تكون معايا واطية علشان البصل يستوي من غير ما ينحرق. لو النار كانت عالية البصل حينحرق ومش حيستوي. أنا بدي البصل يكون متدبل، يعني ماخد لون بسيط. حنزل قدر كوب حمص. الحمص مستوي، اللي أنا حطيته الحمص مستوي كنت سلقاه. البهارات اللي حستخدمها ملعقتين بهار رز أصفر، ملعقة كركم أو عصفر، نص ملعقة كمون، قدر 15 حبة من القرنفل. هحرك البهارات مع الحمص، هحرك الحمص أكتر من تحريكة لما يصير معايا اللون بالشكل اللي انتوا شايفينه. بالنسبة للرز أنا استخدمت كيلو رز بسمتي، حطيته في الصحن علشان أعاير المرقة. حبدأ أغلف في حبات الرز، هحرك الرز أكتر من تحريكة لما كل حبات الرز تتغلف بالزيت والبهارات. بعد ما تاخد معايا الشكل اللي انتوا شايفينه، الرز يصير بالشكل اللي انتوا شايفينه، هنزل المرقة اللي انا سلقت فيها فخذ الحبش، هي اللي استخدمتها للرز. هحرك الرز، نزل الملح. انا طبعا ملحت المرقة، مش هكتر ملح. انا حطيت صحنين مرقة لانه احنا بنعرف كل صحن رز عليه صحنين مرقة ومية، بس انا بستخدم للرز الاصفر اكتر من صحنين مية، فنزلت تقريبا اقل من الصحن، يعني اكتر من نص الصحن مرقة. هغطيه واتركه لما يغلي واوطى عليه. هابدأ اعمل في تتبيلة فخذ الحبش. هنزل ملعقتين صلصة مع ربع كوباية مرقة. أنا كنت حاطة مرقة، ربع كوباية مرقة على معلقتين صلصة، وعصرت عصير نص ليمونة. وحنزل البهارات اللي حنزلها ملعقة سماق وملعقة بابريكا ونص ملعقة شطة ونص ملعقة كاري ورشة فلفل أسود وملح. وحنزل قدر ملعقتين زيت زيتون. هحرك البهارات مع الصلصة مع زيت الزيتون. بالنسبة للفخذ الحبش أنا هحطه، يعني فخذ الحبش عندي مستوي،
بس عشان ما ينشفش معايا انا هحطه على ورق السلوفان. دايما نحطه على الوجه اللي بيلمع. وحنزل البهارات، يعني انا التتبيلة اللي عملتها على فخذ الحبش هبدأ اتبل فيه. حلفه بورق السلوفان او هحطه في الفرن يتحمر. هغطيه، يعني مش هياخد معايا وقت كتير. هياخد معايا يعني فخد الحبش مش هياخد معايا وقت كتير، هياخد يعني قدر 10 دقايق او ربع ساعة، لانه مستوي، بس بدي ياخد بنكهة التتبيلة. الرز طبعا لما انا طفيت عليه لفيته علشان يضل معايا سخن. ما شاء الله الرز كيف طالع، وطعم الرز بالطريقة اللي أنا قدمتها طعمه طيب كتير. وحبات الرز يعني ما شاء الله زي ما بنقول كل حبة بحبتها. وهيك معايا الرز. شايفين كيف حبات الرز بعد ما أخذ فخذ الحبش من التتبيلة، أخذ طعم التتبيلة وحطيته في الفرن. هيك صار معايا. حنزله على الرز، وحزين الرز بشرائح الليمون والمكسرات والبقدونس. طريقة الرز بالطريقة اللي أنا قدمتها ناجحة وطعمها طيب كتير. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشير، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، وتقولوا رأيكم. وانتظرونا في فيديو جديد إن شاء الله.